أول شيء نتقدم بالتعازي لكل ليبيا فيما حصل في الشرق الليبي، ليس تحديدا في درنا، لكن بدءا بالمرج والبيضة وسوسة وأغلب قرى للآن لم نسمع عن حالات الوفيات أو أعدادها. لكن ما حصل في درنا هو صادم، وهي كارثة. لا نعلم إلا الآن العدد. هو هناك تضارب ما بين 20,000 والمفقودين 20,000 أو أكثر، والمفقودين في عداد الموتى. نسأل الله السلامة لمفقودينا. نحن اليوم سمعنا عن كم أسرة من المفقودين إنها وجدت على قيد الحياة. نتمنى السلامة لمفقودينا، نتمنى أن نسمع أخبار مطمئنة عليهم، ونتمنى الرحمة والشهداء بإذن الله هم من فقدناهم في هذه الكارثة الطبيعية. ربما درنا بلاد زهر، بلاد الصحابة. كانت هذه الكارثة جمعت الليبيين على رغم الساسة وعلى رغم الانقسام والصراع السياسي، ولكن نجد كل مدن ليبيا تكاثفت الجهود من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، وتوحدت كلمتهم وتكاثفت جهودهم في سبيل إنقاذ إخوانهم في الشرق الليبي. أيضا إقليميا كل الدول العربية تداعت وتقدمت بالمساعدة لنا. أيضا الجهود الدولية للآن تتوارد. ولكن أستاذة فتحية، ما زالت لحد اللحظة يقال أنه هناك مدن ومناطق تستغيث. نعم للآن هناك مدن وقرى نحن لا نعلم بها. في البيضة هناك 3 قرى ممكن انعزلت حتى لا يمكن الوصول إليها، وهناك منطقة الوردية اليوم اكتشفوا أن هي بالكامل هذه المنطقة اختفت. هناك ظلميثة، أيضا العديد من القرى، المخيلي بجوار درنا، الكثير من القرى. ربما الفرق التي أتت الدولية وتملك المعدات والطيران ممكن في الأيام القادمة نكتشف الكثير من ربما الناجين إن شاء الله.